ولادنا خدموا الفلاحه وخسروا، هربوا ولادنا، هربوا من الفلاحه وجو يخدموا ما يقولش خدم. شوفوا البحر كلاهم مناش من قله الخدمه. الفلاحه ما عادش، فلاحه دقدقت، فلاحه دقدقت، ما عادش عندنا، ما ثماش تشجيعات، وكل شيء غلا علينا. الزريعه غلات، المواد غلاو، الخدامه غلا، الدنيا، الضوء غلا، المازوت غلا. اي باش تحب يخدم الفلاح، باش تحبوه يخدم الفلاح قولوا لنا، اعطونا الحلول. باش تحبوه يخدم الفلاح، اعطينا شكون يعطيني حل. باش تحب يخدم، ينزل على المرشي يدفع، يمشي يشري قطعه يدفع، وادفع وين يمشي يدفع. تجي تكلم على شكه الدينار طايح. الفلاح ماله مال الدينار يطيح ولا يتقعد؟ احنا شنو؟ نحن مسؤولين على تطيح الدينار. والدينار اش طايحه؟ هو الدينار ما هو طايحه قله التصدير، وقله التصدير منين نجي؟ ما هو قله الانتاج، وقله الانتاج منين نجي؟ ما هو عدم التشجيع. ما ثماش تشجيع للفلاحه يا رسول الله، ما ثماش تشجيع للفلاحه. في عهد المرحوم الله يرحمه بن علي، الثوم نصدروا فيه، البصل نصدروا فيه، الرمان، الدلاع، الدقله، الزيت، البرتقال، الفوسفات، كل شيء. الدينار كان يتعرفه اللورو، دينار لورو بدينار، او اللورو ب 3600. يجيب لك سلعه من برا، يا ولدي علاش غاليه؟ يقول لك لا الدينار طايح. شنو ذنبي؟ لا تشجعني وتزيد تقول لي الدينار طايح، وتزيد تبيع لي الحاجه غاليه. يعني وقفت انا وقفت يا سيدي، انا وقفت ما عادش باش ننتج. جينا نشوف الكوتاكوت ونشوف اللي برقتين باش نقتصدوا في الماء، نمشي نلقاها غاليه. يا ولدي اش فيه؟ غلا، الشيء غلا، الدينار طايح كيما الدينار. احنا نكسبوا اعز حاجه في العالم، عندك دقلتنا وزيتنا وبرتقالنا وفوسفاتنا، وينهم هذا؟ ما وين؟ احنا ثم تقول ما عندناش اصفارات اصلا. شوف انا ما عندناش ناس برا توقف لنا على المرشيات وتبيع لنا سلعتنا. حطمنا، ما عادش فينا. الهوا شويه يا رسول الله. الفلاحه تحكمت في عهد المرحوم برقابه تشجيع، في عهد الزين بن علي طبعا وقت اللي عنده المال، هو وقت اللي يصدر ويجيب في اللور ويجيب في الدولار ويجيب في الماتريال ويجيب لنا في كل شيء، يرخص علينا ويعطينا المنح. اخي ما خلاش هو ما نعرفش قداش 5800 مليار واهم اللي خلاهم لنا في بنك التضامن اللي شجع بهم في الفلاحه. نشري حاجه ب20 ناخذ عليها 10، نشري حاجه ب100 ناخذ عليها 50. وينها؟ ليش ما تشجعوناش؟ ليش ما ثماش تشجيع للفلاحه؟ وتقولوا ولا قفه المواطن غلات. ماشي غلات، ما هو قله الانتاج. بعهد المرحوم بن علي كنا مكفين البلاد ومكفين الخارج، مكفينهم الاثنين. انتم بتعرفوا تونس نجم تكون بالمغرب والجزائر. شنو اللي ناقصنا نحن في تونس؟ شنو اللي ناقصنا؟ قولوا لنا. الفلاحه عندنا، التجاره عندنا، السياحه عندنا، كل شيء موجود في تونس، كل شيء موجود. الوقت ليش مش نقعدوا هيك يا رسول الله؟ ونحن اكبر ولادنا اللي ضايعه، شبوا في حاجات اللي ما هيش هي اللي تخرب البلاد. ولادنا شبوا في حاجات اللي بتضر البلاد يا رسول الله. انا نخدم نبيع ب100 وغادي الاخر يبيعها ب 10. قداش يبيعها؟ الصشيد زريعه كنا ناخذ بها ب80,000 او ب180. الحاجه اللي كنا ناخذ فيها ب70 وب80 ولات ب350. اقتصاد في الماء منين؟ اقتصاد في الماء منين؟ كنت تاخذ الرولو ب80,000 تو الرولو هذا ولا ب 400,000. وين اقتصاد في الماء؟ منين اقتصدنا في الماء؟ تعبنا والفلاحه تحطمت الدك مشات، والبلاد راهي مركزه على الفلاحه. والمرحوم الله يرحمه ورقابه من حد ولس قلنا قال لك ركزوا على 3 وزارات، ركزوا لي على الفلاحه والتعليم والصحه، وهم 3 هذا الصاير فيهم هذا. عاد شفتوا الفلاحه، عاد شفتوا الصحه، عاد شايفين التعليم. ليه يا رسول الله؟ ليه بلادنا تضيع من ايدينا؟ وقت هي بلاد خيرات تسمعوا يقولوا واحد خيرات السبعه، الخيرات السبعه موجوده في تونس. ليه؟ يا ما عادش فينا، تعبنا زاد، ما عادش فينا.
وتحطمت. انا بصراحه تحطمت راهي الفلاحه، تحطمت. اما برشا فلاحه ما عادش خادمه. كيما عام السنه البطاطا عام جابتها شكون يزرعها؟ علاش؟ الفحم غالي، المواد غاليه، كل شيء غالي، باش مش خدمها. هو خسر وهو خاسر. نقول احتكار شنو؟ احتكار يصير وقت الانتاج يقل. هكا روس المولى ذاكم يحتكروا كثر الانتاج ثم يصير احتكار. كثر الانتاج وخليه يحتكر على راحته وخليه يهز يدسته والمرشي معبي. اللي مش يمشيش الملاهي يلقى الرخص والمرشي، واللي يمشي المرشي ويخلي له سلعته. شديتها احتكار. ها ومشوا للفريقوات يهزوا في سلعتهم. هاودي كثر الانتاج. شجع الفلاح يا رسول الله. تتعبنا رانا، تكتكنا رانا. لوينا من الماشيه انخفض صحيح ما عادش. شنو عنده شي 5 كيلو ب 800,000؟ معقوله هذه؟ كانوا الحمل عندوش ب 45 و 42 اللي كنا ناخذ ب 8,000 و 7,000 فرنك. ليه هيك علينا ليه؟ حطمنا ما عادش. اللي كان يكسب 10 نعجات ما عادش عنده، واللي كان يكسب بقره ما عادش عنده. تعبنا. نجي نبيع لي سلعتي، نبيع سلعه في الثانيه نمشي للسوق نلقاها بسوق اخر، نبيعها ب100 نلقاها بدينار. وقال هاو رقابه. يا ولدي ما تعملش رقابه، كثر الانتاج، شجع الفلاح، خلي الانتاج يكثر، خلي السوق يتهدم بالانتاج. يقبل في عهد المرحوم بن علي وعهد مرقيب الله يرحمهم، الخضار يبيع واخر مره كيف رسول يخلاها الخضره، يخلاها دم ويروح. هو ربحها واخذ مربوحه واخذ راس ماله، يخلاها الخضره هكاك بطماطمها بفلفلها ببصلها تقعد ملوحه في السوق. يجوك بتاع السعي لما بدا يزوق لها للسعي. او كيلو طماطم ب 4000. وين هالفلاح اللي مش حابه يخدم؟ كيف حابه يخدم الفلاح؟ والوكال كيف حابه ياكل؟ كيف حابه ياكل الوكال؟ لا ينجم ياكل ولا ينجم يشري وهو بطال. من يمشي يجيب؟ مش تقول يسرق ولا يسرق؟ صار انتهت كاو بلاد كثرت فيها السرقه. ايش من صار؟ صحيح حتى من الفلاحه انتهت. تجي تزرع حاجه خذها ما تلقاهاش. يكثر الانتاج تو البلاد تمشي بقدره الله، تمشي امورها واضحه. الانتاج ما يكثر لا بتشجع الفلاح الصغير، ما تشجعهاش ما دامش انتاج تهنى. ولهذا نحن فلاح صغار تو تحطمنا تكتكنا صحيح. اذا كانوا يسحبونا نتقاعدوا ونولوا نخدموا ونولوا نعملوا حاجه كيما هذيا، شجعونا يا رسول الله. علاش كان التشجيع؟ وقت اللي كان الخير موجود والانتاج موجود ثم التشجيع، وقت الانتاج قل والبلاد فرغت التشجيع ما ثماش. والاغلاء كلمه يقول لك الدينار طاح، كلمه تقول لك الدينار طاح. انا السبب في الدينار طاح هو ما ثماش تصدير. رغم كما قلت لكم عندنا اعز حاجات، عز دقلة، زيت عز زيت، البرتقال عز برتقال، والفوسفات عندنا، كل شيء موجود يا رسول الله. تعبنا وتكتكنا ما عادش فينا. بالنسبه للفلاحه الصغار هذا ما عادش فيه. الفلاحه اللي شاد يروحهم شويه غنم قاعدين بشويه ومشيهم نهار ويطيحوا زاد راهم يجيهم نهار. اذا كان بالطريقه هذه والغلاء هذا والشيء اللي نشوفوا فيه هذا، حتى اللي لبس عليه مش يطيح ما عادش. جينا ناخذ نبوذه ما يجيش فيها 200 ملي لتر بتاع دواء يقول لي ب 120 130. يا ابني مش يجيب انا ولذا ما دوتش سلعتي تموت، ولذا ما حطيتش فوسفات وما حطيتش ما يجينيش الانتاج، ولذا ما سقيتش ما يجيش الانتاج. باش نسقي بالساقيه او مازلنا احنا عاد الساقيه. كنا نشرب في البوتاغوت وكنا ثم تشجيع نجيب 100 ناخذ معاها 50 وانا نولي شريت ب 50. نعمل كبير ناخذ 50، نعمل جايبه ناخذ 50%. هكاك الفلاح يولي يخدم. ما دام ثم تشجيع وثم كل شيء والناس كلها تخدم واليد العامله تخدم، ولادنا ما يهربوش علينا يقعدوا معنا في الفلاحه. يلقوا الفلوس ويلقوا الانتاج ويلقوا امورهم متفاهده ويلقوا فلوسهم موجوده. فلوس حين مش نخرجوها لبرا ما نزيدوا نشروا بها ونزيدوا نزرعوا بها وهكاك ودونا بيدور. شنو تجي تسكر عليا من ربع ريح، هذه خلط. واحد يمشي يشري قطعه ما تسواش دينار يشريها ب 5000 و 4500. نمشي نشري مانيش عارف حاجه للمحراب نلقاها ب 30 و 40 جنيه الدينار طايح. يجي يشري قطعه على التراكتور. يا ولدي علاش
عملوها لنا نقمه الدينار طايح، الدينار مناش طايح، قلة الانتاج، قلة التصدير. تعبنا مش تعبنا، صحيح دقدقنا، ما عادش فاهم. انظروا للفلاحه شوي، عملوا حل للفلاحه. ثم ناس مش تدخل الحبوسات، ثم ناس مش تدخل الحبس، كمبيالات وشيكات وشي تخليه ما يسمع بعد تقص عليه اليمين. ليش ما تجيش وتقول اقتصاد في الماء؟ يا ودي الاقتصاد في الماء، اقتصاد في الماء بالساقية. لا هذا سامحوني اذا كان الواحد على اعصابه، والله الواحد على اعصابه. الواحد يمشي ثانيته يلقاها بور، يلقاها يروح مريض يا رسول الله، نروح مريض يا رسول الله. والله الواحد يروح مريض. مش يخدم، مش حتى في البور منين؟ ايش مش نعمل؟ قلب بالله، قلب رتق القلب في كعبة الدلاع. اخي القلب هذاك هون قلب ب 180 فرنك نشوف فيه، وتزيد هزه للمنبت تقصى عليه 60 فرنك و70 فرنك اخرى، باش نشري جده الدلاع نشريه ب 400 فرنك. وشوف يولد ولا ما يولدش. علاش ما يولدش؟ ما عنديش باش نغذيه، ما عنديش باش نسقيه. كيفاش تحبنا ننتج احنا؟ كيفاش تحبونا ننتجوا؟ تعبنا، ما عادش فينا، دقدقنا. والله الواحد ولا على اعصابه قسما بالله، يا يبات الليل عارق، يثور عارق، يطلع عارق، واللي تفكر يشبح الرزق هامل وديليته هامله، وهو قاعد يشبح هكاك ومش لاقي حتى مصروفه. هو خلي عاد بالذر تحب على المصروف وهذا يحب على المصروف، منين نجيب لهم انا؟ مش يعملوا ذر طول الولاد، مش تعمل بعد. كان يخدم معي في الفلاحه وكان ينتج وكان اموره واضحه، يمشي للمرشي يبيع يجيب ويمشي. وانا يا ناري الله يرحمهم وكهو، الله يرحمهم وكهو، الله يرحمهم. كانوا يشجعوا فينا، كانوا يعطوا فينا واقفين، وثم مندوبيه متاع فلاحه جيت تفقدنا ونمشوا ناخذوا المنح. المازوت كنا ناخذوا فيه بلاش، اللي عنده تراكتور واللي عنده بابور يمشي ياخذ من المندوبيه، ياخذ تواصل يمشي ياخذ المازوت بلاش باش يخدم. فهمتني؟ وانا اعطونا ترى، وتقول ها احتكار وباحتكار والدنيا غلات. بالسيف تغلى الدنيا، بالسيف تغلى، الانتاج ما ثماش. شنو تقول لي 5 من 16؟ هذا الله يمشيها على الصلاح وكهو، رغم اللي هي ما اصلاح شنو؟ الفلاحه تقول ما اصلاح توصي انتهت. والله الواحد اسمع اكثريه الفلاحه الصغار والله مرضى يدوروا هكاك هايمين. الناس مش تمشي تدور في الشارع كلمه هذه. هذا عنده شيكات عبط عليه، هذا عنده كمبيالات عبط عليه، وسلعته شاحت وما عندهاش باش يخدم. فلاح يجي يبربش في التراب بيديه، خاصة مانيش عارف مش يعمل في التراب باش ينتج، ويقطع التعرقير ويقطع ادفع منين مش نجيب لك. الله غالب وكهو.